يعني احنا ننام، نخلص جلف وننام، اوكي. نقعد الصبح هم لازم نجلفه، يصير الغدا لازم نجلف، يصير العشاء لازم نجلف. زين بس قولوا معقول راح نقضي حياتنا هيجي؟ معقولة الشغل ما يخلص؟ قولوا لي طمنوني، الشغل ما يخلص؟ معقولة راح تخلص أعمالنا والشغل ما يخلص؟ لا مستحيل. آسفة انفعلت شوية زايد، حتى نسيت أسلم عليكم. هسه حابة أقول لكم مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ أتمنى كله بخير وانتو تشوفون فيديو اليوم. ورجعت لكم فيديو جديد وأنا مشتاقة لكم كلش هواية. وتدرون خل أعترف لكم بشي، أكثر شي أحبه إنه ندخل المطبخ أكو واحد وياي، المهم أكو مساندة بالموضوع وواهس، هذا الشي كلش حلو. أحس الشغل بسرعة يخلص. شوفوا هذا الفيديو بتفاصيل كلش حلوة، بمقلب، بروتين، بهوسة، بسوالف تجنن، بيش كم سؤال راح أجاوبكم عليه. المهم خليكم ويا الفيديو لا تقدمون ولا ثانية، ممكن إذا قدمتوا ثانية حيخرب عليكم الفيديو كله. مبدئيا هذا شكل الهول، بس هسه أنا وصيت ماما دزيتها للسوق راح تجيب مادة ثانية، تمام. حيصير سيت يعني يكون أكثر ترتيب، والدواشك حيكون واحد منا وواحد مناك، المكان شفتوه فارغ فحيكون ليش ترتيبه. هاي قاعدة الخطار يعني الاستقبال. ويا جماعة ما أعرف ليش أحس صوتي متغير، ما أدري أنتو دا تسمعونه نفس صوتي لو تحسون إنه صار تغيير بصوتي كتبولي. المهم هنا المهم يا حور أبد للسحقين. المهم هنا أول ما قعدت أكيد أنا الشغلات بيها طبخ علي، بس تخيلوا كنت نايمة وصارت علي مداهمات أختي وجهالها، طفروني والله، حتى الحلم ما أدري وين دفرته. المهم وراها جت بيت عمتي، يعني جو بيت عمتي كليتهم. وهنا أنا قبل لا نسوي الغدا أنا شنو سويت لهم مصاجيات إنه ياكلوا. وعلى فكرة ترى مو بس هاي الوجبة، كلش هواي سويت، بحيث خلاص خبز الصاج وأنا بيه ما ضيت أسوي بخبز البيت، والله كفيلكم والله حتى خبز البيت ما خلص من يومهم. بس صارت الصراحة تشكيلة الصاج كلش طيبة، هاي أول مرة أسويها، جربوها تجنن. هنا أنا قعدت تمن قبل بنص ساعة وراح نطبخ تمن أحمر، وهم الطبخ يمي علي. راح أسوي تمن أحمر مثل ما شفتوا، بصل حمسته، وراها خليت فلفل أخضر هم حمسته حمس زين لحد ما ذوبل، وطماطم مبروشة. طبعا نسيت أصورها لين كنت دا أصور تيك توك وإلكم، نسيت أصورها. طماطم مبروشة وخليت عليها البهارات اللي أحبها أني، هي البهارات حسب الرغبة. وركبت التمن ما يقارب يمكن 11 كيلو تمن طبخنا. وهنا البنات هم ما قصرن، كل وحدة أخذت لها شغلة، وما شاء الله كملن على وقت. السمك هم وصل، التمن كمل، وإن شاء الله الله يجعله ثواب واصل، والله يرحم أبويا وجميع الموتى بهذا اليوم، قولوا آمين. وطبعا السمك مزقوف وتمن أحمر وروبة، ما شاء الله الطعم ولا غلطة، ومن صدق التمن صار كلش طيب. وطبعا هاي سفرة النسوان، طب ما حرامات ما صورت لكم سفرة الولد، ما أعرف ليش أكثر رتبوها الصراحة من السفرة مالتنا. وأكيد مباشرة بعد ما شلنا السفرة أكيد شاي، ماكو تفاهم يعني. تخيلوا يمكن بعدهم دا يغسلون احنا صبينا الشاي. أنا كلش علاقتي مو قوية بالشاي، وأنتم أنا أدري أكو ناس إذا ما يشربون شاي يتخربطون، صح هذا الكلام؟ هاي وحدة من الناس ما أعرف، إذا ما تشرب شاي راسها كلش يظل يوجعها. وهنا أنا بنت عمتي مثل ما شفتوا طلعت أظافرها، يعني لازم نسوي تسجيل حضور ونشوف أظافرنا. هي أدري لمن دافعين فلوس غير عمد نشوفكم. هذا وضع البنات من يسوون شي جديد لازم يشوفونا. وهنا أنا من صدق راحة النفسية من تشوفون هذا المنظر، طباخ فارغ، كل شي نظيف، كل شي مرتب، الشعور ولا غلطة. قبل كل شي وقفوا الفيديو الله عليكم وكتبوا لي مشتري هدية، شنو الهدية؟ كتبوا لي شنو، ايش تتوقعون؟ تيرا لكم تيرا. وانا قلت بدون غش، توقعوا يعني توقعوا. الغشاش الله يذب من فوق القنفة على مود لا تغشون. طبعا هاي الهدية لأمي، هاي الهدية من صدق كلش حبيتها، شغلة عملية تجنن، هواي نحتاجها. تدرون احنا اكو امور نذب عليها الفلوس يعني مو كلش ضرورية، واكو اشياء تستحق واحد يصرف عليهن ويشتريهن، مثل هاي الغسالة اللي هي غسالة مال فراشات، تنظف القنفات وتنظف أرضية، يعني تقدرون تنظفون بيها الفراش مالتكم. تدرون احنا الشتا شقد نعاني من غسل الفراش لحد ما ينشف، ولو توديها انه برا هو يغسلوها وينشفوها وشغلكم. احنا عندنا القليل لازم احنا نغسلها ونشطفها وننتظر لحد ما تنشف. بس بعد هذا التطور واللي صار
كلش ضروري أنا وأنتو كل بنية واللي ما عندها تقدر تجمع، وبالتالي نشتري هيج أشياء من صدق استثمار. هم إحنا ربحانين راحتنا وهم صحتنا، يعني بهذا البرد الصعب وإنه وحدة تغسل، وبعد أصلاً بعد ما جاي البرد هذا ممكن شيء قليل، البرد اللي راح يجينا دام عندنا أطفال يوسخون يعني لازم نغسل. وتخيلوا نتبلل ونتمرض وأكو أشياء تفي بالغرض، يعني تخيلوا هاي أي طفل يوسخ عندك ما يحتاج تضربينه وتعصبين عليه وتنقهرين لأن أنت راح تتعبين. الحل كلش سريع، إنه بثواني كل شيء يرجع لمكانه أصلاً ويرجع أحسن. طبعاً هنا جربتها أنا وأخويا، الصراحة انبهرت بالنتيجة. يعني هاي الزولية تدرون مغسولة قبل أسبوع وطلعت عندي بهالكمية الوسخ، غسلناها بإيدي أنا بس ما أدري الوسخ منين جاء، انصدمت الصراحة. وهذا الدليل مثل ما شفتوا إنه الغسالة شقد أصلية، وحتى الأوساخ اللي إحنا ما مركزين عليها هي تركز عليهن. هنا مثل ما تشوفون هذا القاطع نخلي بيه مي وقبقين، ما مطيكم قياس للمي يشقد، وقبقين بس. طبعا هسه احنا خلينا قبق لان نص الكمية خليناها، هنا هم مأشرين لكم خط. وجربناها وكلش تجنن وراح تشوفون بعينكم. بس شنو انا ماما لسه ما قلت لها عليها، فحابة اسوي فد مفاجأة لأمي بيها. واحنا كلش ضايجين فريق المقالب باعوا كلش مالين جبت بيضة لحظة، كلش مالين وحابين نسوي مقلب بماما. بس هذا المقلب بنفس الوقت راح اختبر المكناسة مالتي انه شلون شغلها حتنظف. خلي احكي لكم، خلي احكي. مريم نسوي مقلب؟ حسون نسوي مقلب بيبي؟ مستعدين؟ يلا باعوا. تدرون شو راح نسوي؟ راح نوسخ المكان عساس نلعب ونطق بيضة ونشمر العصير ونشمر الكاكاو ونشوف ردة فعل بيبي من راح تشوف الهوب مالتها المرتبته شنو راح تصير. راح تسمعك وين تسمعني؟ بالغرفة الأخيرة. يلا مستعدين؟ مستعدين. هسه شو نسوي؟ انت راح تصيح امي، اوكي؟ انا شنو فاعل الخير؟ انت انا راح اسوي، راح اوسخ. حسوني عساس انت قاعد تلعب وين يموت وتطشر. صوتك يا وقع. اقول لكم شايفين الشعور؟ شو شايفين هذا الشعور مو زين. حسوني باع لحظة بس خليه وخ. حسوني صوتك 3 2 1. لا موتي بس المكان عم تدري صار عركة بيناتنا. كف موسى كف قلبي ضل يوجعني. كف بربك كف موسى مو السجادة حصل من جوا والله كافي. لا يا الله. امي لا موسى بربك لا تقول لي مالي شغل. يما بعد يما كانوا يلعبون الجهاز، شو اسوي لهم؟ يعني ليش صار الشتاء اليوم يومين كل بيتهم خسوا مقلب ببيبي. لا تكذب ماما اخبار ما الخطاب صدقين كذبين. يما شنو الجهاز دعوة عليه راح تصير زفاف. البيضة ما ادري بس سمع لا لحظة يا مش بيك يعني شنو تنغسل انا اغسل لك اياها. يما والنبي هاي هو الكيكه هو شمارة والنبي هو شمارة. رادت تذبي القهوة كلها بس انا وخالتها. والله كذاب. انا كذاب؟ اي كذاب. انت ترد تسوي هذا الشيء كله. بس هاي فكرة من هيك والله ما يصير هيك يعني غير يما انا اغسلها. ما يصير هيك. انا اغسلها. ما يصير. انت اسكت والله هذا حتى الحاجة بتلبس. منو قال لك بدل؟ منو قال لك؟ لا يوم غسلتها بقيت 3 ساعات اغسلها. سودا عليك والله ولي طب الاستقبال تكتلي. تعال قول لي بس تعال. ما يصير هيك. الزفرة يصير درجة خطاش سويت الزفرة. قولي لها اكو مقلب. ما نسويش مقلب ما بفهم المكنسة الكهرباء. شوفي
احسن رد عليك. اصلا احنا نسوي لك مفاجاه ومشتري لك غساله مال زوالي، فاحنا شلون ندش لك قلبك وبعدين ندشني؟ وهسه بعد ما اشتريت لك الغساله هم مقهوره بعد. تقولي لا حبيبتي. وينك؟ ما تنظف الريحه والزفاف. شو تقولي لا حبيبتي؟ هسه شنو؟ اشوفك اياها؟ اشوفك اياها؟ والله ما اعتقد هذا يروح. ما تعتقدين يروح؟ افا انا اشتري شي مو الزفاف ما مكان. تروح يمه. تروح بي تروح ما بيها معطله. تروح يعني النوب وين؟ النوب وين على البياض؟ على البياض. اي هو موسى عرفت الاماكن كلها هو على موسى. راتب اليوم القهوه. ايش قد؟ رسيته بالقاصر. راتب القهوه. يما اذا ما راح الاوساخ كلها اشتري وحده جديده. خوش عيني. راح ترجعني بنعاد. مستعده تشوفيها؟ مستعده ولا ما مستعده؟ بعدها مصدومه. بعدها مصدومه. يلا 3 2 1 تيرا. هنا ها هي قدامك. هياته تباوع هناك اقري. ها شلونها؟ طبعا جربناها احنا قبل لا تشوفيها ركبناها. شوف يما هاي سبحان الله. شوف هاي معجزه. هاي معجزه والله. بعد من شفتك ذاك اليوم انكسر ظهري وانت مشلوع قلبك، فشنو قررت اجيبها. هسه شنو راح اشوفك نختبرها. نشوفها. يلا شفتوا الامهات العراقيه بعد الرزايل بس شافت غساله قبل فدوى عمرك يا روحي حبيبتي وسخش قد ما تردين. حرق البيت عادي. بس خلي اعترف لكم بشي، انا كنت اريد اسوي المقلب وشفت الغساله صح جربتها وانا مطمئنه، بس كنت خايفه من القهوه والكاكاو. يعني ذن والبيض تدرون اللون ابيض وصفار ومنه سواد. القهوه كلش صعبه والكاكاو نفس الشي. يعني توقعت سويتها وخفت، قلت معقوله خاف ما تسحب هيك الوان، ما تنظف هيك بقع داكنه. بس الحمد لله والشكر ما خاب ظني. تشوفون انتو تشوفون جمال الشغل مالته شلون شفطت هاي الاشياء الاوساخ كلها. والصراحه نظفت الزوليه اكثر من ما كانت، يعني طلعت لونها من صدق. والصراحه كلش انبهرت. واشتروا راحه بالكم من صدق، استخدامها حيل سهل وانتو واقفين بثواني غسلت وشطفت وجففت المكان كله. تسحب المي من الأعماق يعني بحيث توخريها تلقين الزولية ناشفة تماما. تشوفون شلون شغلتها حيل مرتبة، فكلش حلوة. وين ما تلقوها المهم أصلية. ركزوا بنات مو تروحون تنغشون. أنا الصراحة أخذتها من البيت الأوروبي، هذا البيج كلش أثق بيه. وإذا تردونها مخذوها من نفس المكان لأن أجهزتي الكهربائية كلها من يمهم، لأن قلت لكم مصدر ثقة. ثاني شي تجي ضمان بيها سنة كاملة. شو أقول لكم ما شوفتكم أني بعد مال تخم مال قنفات. هسه أنا حاليا ما عندي تخم قنفات ببيت أهلي، تجوا وياها مال تخم قنفات. يعني عندنا تنظفون قنفاتكم بكل سهولة. وتجي رولات وياها تمسح الأرضية بدل هاي مال غسل الزوالي. تجي رولات تمسح الأرضية. يعني تفيدكم شتاء وصيف. وطبعا كلش حابة أشكر البيت الأوروبي على هالمصداقية وعلى هالأشياء اللي يجيبوها للجنن. فيا قلبي أدري بكم رح تسألون هواية على السعر ومنين جبتيها. قلت لكم أنا خليت لكم الرقم وحسابهم على الانستغرام، وراح أخلي جميع الروابط مالتهم بصندوق الوصف وأول تعليق مثبت. طبعا أنا كلش استمتعت وياكم بفيديو اليوم، يعني صارت بأحداث كلش حلوة. طبعا مو فيديو اليوم، أكثر من يوم، تقريبا 3 أيام صار الفيديو. يوم صورته ورا يومين كملت لكم الفيديو. فماما ضوجناها وفرحناها بنفس الوقت، وكان ردة فعلها يعني حقها يعني. تخيلوا أنا أنظف شغله وتتوسخ، يا أبويا شي خلصهم من يمي. وهسه إذا وصلتوا لهاي المرحلة من الفيديو ولهذا المقطع كتبوا لنا وصلنا للنهاية. أريد أشوف محبيني إيش كم واحد وصل للنهاية. وأكو ملصق أنا دائما أقول للمتابعين إذا وصلتوا لنهاية الفيديو خلوا لي إياه. هالمرة ما راح أقول لكم إياه هو الأيموجي أو الملصق، راح أشوفكم أنتوا حافظين ومتابعين بدقة لو لا. أنا أحبكم هواي. وهسه أخلي لكم اختيار الفيديو الجاي. شنو تردون يكون الفيديو؟ تردون يكون أسئلة، تردون يكون مشتريات؟ عندي مشتريات كلش هواي خاينتكم ومدى أنزل لكم تنسيقات كلش حلوة. تردون روتين، تردون شنو شي ببالكم بس كتبوه، راح أشوف على أكثر شي تصويت عليه أسوي لكم إياه بالفيديو الجاي. أنا أحبكم
وأشوفكم في فيديو ثاني. لا تنسون تخلون لايك، كلام حلو مثلكم، شيروا الفيديو للأصدقاء، وأشوفكم بألف خير. مع ألف سلامة.